عندي ناس ماتش الاهلي كان 75 كل فرقه، وفي الاخر دخل 2000 3 في الزمالك، وحصل برضه دخلوا من غير تذاكر، لكن الامن اتعامل معاهم خشوا خلاص الامن ما وقفش على الباب وعمل مشكله. يعني تجاوز عن اللي يبقى في مشاكل انه يدخل الناس، ده اللي كنت بشوفه كان تجاوز يعني. ايه راي حضرتك في تعامل مستشار مرتضى منصور مع الازمه، خاصه ان في انتقادات كتير من جمهور الزمالك يعني هل كان هي كل الانتقادات من جمهور الزمالك كان التعامل مع الازمه من قبل المستشار مرتضى منصور كان على مستوى الحدث ام كان يعني هو في ازمه من قبل الماتش كتير، يعني شايف المشكله اللي حاصله بقالها فتره بين الانترس والمستشار مرتضى يعني، فالموضوع مش حاليا يعني مش وليد اللحظه. هو طبعا يعني اي حاجه بتحصل في اي مباراه كانت حتى لو مفيش فيها وفيات كان دايما هيبقى يعني المشكله دايما بينه وبينهم يعني. الموضوع ده كان لازم يتحل من زمان، او كان لازم يبقى فيه يعني انا بشوف دايما القعده اللي احنا قاعدينها دي كان لازم دي بتكسر حواجز كتير